حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايه اقول معلومه ممكن حد يكون عارفها، واكيد في ناس كتير عارفينها وفي ناس زي حالاتي ما كانوش يعرفوا المعلومه دي. انا غسلتي من فتره العادي بتاعها لما بشغل الباور، اللي هو اول بروجرام عندي اللي هو الغسيل، لازم اللمبه الاولانيه تبقى منوره. انا كده وقفتها، فطبعا لما الغسيل هيخلص الشطف اللمبه بتاعته تنور يقوم اللمبه المنوره دي منوره. وضخ الميه بتاعتي مش مظبوط، حاسه الميه بتشد ببطء كده. فاتصلت على معرفه يعني بيتخصص في الغسالات، وقال لي اعملي كذا وكذا وكذا، ولو ما ينفعش يبقى عايزه حاجه تانية. ف... فسهلها كده. انا عملتها، فهقول لكم انا عملت ايه. عشان المفروض بعد كل برنامج اللمبه بتاعته هي اللي تنور، غسيل تخلص، الشطف يخلص، العصر يخلص، كل لمبه بتاعته هي اللي تنور، مش كل اللمبات بتاعتي. فانا بالذات لما جت في حكايه العصر الاقي اللمبه بتاعته هي اللي منوره والتانيين مش منورين. فلما لقيت الدوران اللمبه بتاعته هي اللي منوره، فشكيت ان فعلا ضغط الميه هو اللي عندي مش مظبوط، عشان العصر ما بيحتاجش ميه، فالشطف والغسيل هو اللي بيحتاج ميه، فلاقي اللمبات بتاعته منوره. فهو قال لي كذا خطوه كده، فانا هقولها لكم، ويا رب اكون افيد حد فيها، واللي مستفاد بيأكد الافاده بتاعته. طبعا اللي هو ده صمام الامان اللي في الغساله، ده اللي هو الخرطوم اللي متوصل بالحنفيه اللي على الارض، اللي داخل في الغساله. فقال لي فكيه. بسم الله، مش احنا في الحمام مش عايزين نتكلم. نقفل الاول الحنفيه، كنا هنغلط غلطه. قفلنا الحنفيه، بدات تسقط عشان انا كنت ناسيه الحنفيه، فهبدا افتحها. وقال لي لما تشتريها هاتي جردل او بلاستيكايه. نزلت على الارض الشمشة الصغير، ومعايا وهنفتح الحنفيه واشوف لو ضغط الميه شديد فيها يبقى العيب مش فيها، دي سليم. فهنجرب. افتح الحنفيه، ما اسيبها على الارض بقى، وهي رب حظك. هوريها لكم بس لما افتح الحنفيه يبقى ضغط الميه سليم. فقال لي مادام ضغط الميه سليم، في حاجه هنا اسمها الفلتر ده. انا طبعا هو نضيف دلوقتي، اقول لكم ما كانش شكله كده خالص، انا ما كنتش اعرف اللي ده بيتفك. ده بتجيبيه بالبنسه كده او بحاجه بتشد معاكم، انا هشدها لكم برده واوريكم هو شكله ده شكل الفلتر اهو. بتقوموا واخداه بفرشه الاسنان اهو، لازم كل ده يتنضف. هو ده اللي كان مخلي الاتساخات اللي فاتت هي اللي كانت مخليه الميه ضعيفه، ما توصلش للغساله، ضعيفه، فتخلي اللمبه بتاعه الغسيل منوره وبتاعه الشطف الاقيها منوره. كل ده عشان الغسيل والشطف بيحتاجوا الميه، فالميه ما كانتش واصله. ده لازم يتنضف عشان الميه توصل. فهي دي المعلومه اللي انا حبيت اعرفها لكم. لازم الفلتر اللي جاي من الحنفيه للغساله يتنضف بفرشه السنان، وتحت الميه كده هتنضف وتركبها تاني. وطبعا الفلتر القداماني برضو لازم يتنضف، ودوره الخل لازم تتعمل على درجه حراره. هنا بقى عايزاكم تسمعوا صوت ضخ الميه ازاي. انا كان نفسي اصورها الاول لما كانت بايظه، ضخ الميه كان بيبقى ازاي. يعني البروجرام اللي كان بيقعد ساعه ونص كان بيقعد معايا 3 ساعات، عشان طلع العيب في الميه، طلع العيب في ضغط الميه، طلع العيب في اللي هي وريتها لكم الجزء ده. الفلتر لازم يتنضف عشان هو ده اللي بيشد الميه، اللي بيخلي الدوره تخلص بسرعه. فهنسمع بس صوت الميه. ده ما كانش كده خالص، صوت الميه ما كانش كده، كان اكني سرسوب. فربنا يجازيك كل خير يا استاذ محمد. فكده تمام. وفعلا دوره الخل والفلتر من ورا
ويفرطل من قدام، فالغسالة هتبقى تمام وهتعيش معاكي. فاستنونا تاني في فيديوهات تانية. ودعوة حلوة بقى منكم اللي ما كانش يعرفها بتيسير الأمور.